الزمالك هيلاعب مين في دور الثمانية في بطولة الكونفدرالية؟ الحمد لله ما ضمننا الصعود كمتصدرين للمجموعة بعد الفوز على كايزر تشيفز. الزمالك صعد من مجموعته كمركز أول وصعد رسميا لدور ربع النهائي، صعد رسميا لدور الثمانية دور ربع النهائي. الزمالك هيلاعب مين بقى في الدور الجاي بعد الصعود من المجموعة؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. الطبيعي ان بيحصل قرعة بعد انتهاء دور المجموعات، الفرق اصحاب المركز الاول بتلاعب الفرق اصحاب المركز الثاني. الزمالك بما انه صاعد اول فهيلاعب فرقة من الفرق اللي صعدت كمركز تاني من مجموعتها. تعالى كده نشوف بقى المجموعات خلصت على ايه، مين صعد كمركز اول ومين صعد كمركز تاني. عندك المجموعه الاولى زي ما انت شايفه صعد منها فرقتين، صعد منها فرقه اتحاد العاصمه الجزائري كمتصدره للمجموعه، وصعد منها فرقه اولمبيك اسفي المغربيه كمركز تاني من المجموعه. وده اللي يخلي في احتماليه ان الزمالك يلاعب فرقه اولمبيك اسفي المغربيه، ودي اول فرقه الزمالك ممكن يلاعبها في دور ربع النهائي. وده كده بالنسبه للمجموعه الاولى. تعال نخش على المجموعه الثانيه، بص على المجموعه الثانيه تلاقي اللي صعد كمركز اول من المجموعه الوداد الرياضي المغربي، واللي صعد كمركز ثاني من المجموعه فرقه مانيما يونيون الكونغوليه. قدرت تجمع 9 نقاط وتصعد من المجموعه، مع ان في نفس المجموعه فرقه عزام يونايتد كانت مجمعه برضه 9 نقاط، ولكن مانيما يونيون صعدت بسبب المواجهات المباشره بينها وبين فرقه عزام يونايتد. فالزمالك كده مش هيلاعب الوداد لان الوداد مركز اول، ولو هيلاعب حد من المجموعه دي هيلاعب فرقه مانيما يونيون. وده كده بالنسبه للمجموعه الثانيه. تعال نروح بقى لاخر مجموعه، المجموعه الثالثه اللي صعد كمركز اول من خلالها فرقه شباب بلوزداد الجزائريه، فبعدت عن مواجهه الزمالك في دور ربع النهائي، واللي صعد معاها كمركز ثاني فرقه اوتوهو اللي برضه فرقه من دوله الكونغو. فرقه صعدت من المجموعه بالتسع نقاط وقدرت تحسم الصعود كمركز ثاني. المجموعه دي بالمناسبه كان فيها فرقه ستيلين بوتش الجنوب افريقيه، الفرقه اللي كانت خرجت الزمالك من دور ربع النهائي في بطوله الكونفدراليه الموسم اللي فات. متزيله المجموعه زي ما انت شايف. اللي صعد من المجموعه شباب بلوزداد الجزائري واوتوهو الكونغولي، والزمالك لو القرعه وقعته مع حد من المجموعه دي هتوقعه مع فرقه اوتوهو الكونغوليه. وطبعا المجموعه الرابعه مجموعه نادي الزمالك اللي صعد من خلالها نادي الزمالك كمتصدر للمجموعه والمصري البورسعيدي كوصيف للمجموعه. ده الزمالك في دور ربع النهائي هيلاعب حد من ثلاثه، يا اما هيلاعب فرقه اوتوهو الكونغوليه، يا اما هيلاعب فرقه مانيما يونيون الكونغوليه، يا اما هيلاعب اصعب واحده فيهم من وجهه نظري وهي فرقه اولمبيك اسفي المغربيه. وانا شايف ان الثلاث ماتشات عامه هتكون ماتشات في المتناول، فرق ملهاش باع كبير في افريقيا، فرق اساميها ضعيفه جدا، وهيكون من السهل جدا نادي الزمالك يتعامل مع اي فرقه من الثلاثه. لو هنرتبهم في الصعوبه هنلاقي ان اصعب فرقه فيهم هي فرقه اولمبيك اسفي المغربيه، وبعد كده الفرقتين الكونغوليين. الفرقتين شبه بعضيهم، واتمنى ان الزمالك يقع مع واحده من الفرقتين الكونغوليين عشان يبعد عن مواجهه في دور ربع النهائي مع فرقه من المغرب في مرحله لسه مش بعيده قوي في البطوله. دور ربع النهائي ابعد عن مواجهه الفرق العربيه. بعد كده ان شاء الله لو عدينا دور ربع النهائي كده كده الزمالك هيواجه احدى الفرق العربيه في دور نصف النهائي، وهيواجه احدى الفرق العربيه في دور النهائي.